الدمل او الخراج من اكتر المشكلات اللي معظمنا بيعاني منها، سواء كنا رجال او سيدات او حتى شباب في مرحله المراهقه. واكتر الاماكن اللي بيظهر فيها الدمل او الخراج منطقه الاندر ارم والبيكيني وما بين الارداف. علشان كده النهارده قررت ان انا اعمل لكم الفيديو ده اللي هقول لكم ازاي نعالجها خالص ونقضي عليها. والكلام اللي انا هقوله ده مش بناء عن تجربه شخصيه ليا انا بس، ده بناء عن روشته الطبيب المعالج اللي اخيرا بعد سنوات طويله الحمد لله ارتحت من المشكله دي. لو انت اول مره تشوفوني انا الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ انا من اكتر الناس اللي دايما كانت بتعاني من الدم اللي بيظهر في منطقه الاندر ارم او البيكيني او ما بين الارداف، وكان نفسي الاقي حل لحد اخيرا بعد 9 سنين لقيت حل ريحني كويس جدا. النهارده عامله لكم الفيديو ده علشان تدعوا لي، لان اغلب البنات والشباب بيعانوا من الموضوع ده ومش لاقيين حل، وبالذات ان هو حل رخيص جدا، خاصه ان احنا في شهر المبارك. اول حاجه هتعملوها لو انت عندك فعليا دمل او عندك الخراج اللي انا بتكلم عليه، هنعمل ايه بقى؟ هنخلي عندنا ازازه ميه اكسجين تركيزها 10%، وهنخلي عندنا كمان محلول ملح. الاتنين دول لازم يكونوا موجودين عندك في البيت. هنعمل ايه بقى؟ اول 3 ايام هنجيب ميه الاكسجين اللي هي 10%، هنجيب سرنجه 5 سم وهنسحب منها ميه الاكسجين. ومثلا لو انا عندي الدمل في منطقه الاندر ارم، هنجيب الميه دي وهننزلها بالراحه نقط نقط كده على الخراج لحد ما نتاكد ان الخراج اتشرب ميه الاكسجين دي، وهسيبه لمده دقيقه بالظبط، وبعد كده هشطفه بميه. طيب هو فعليا عندي هعمل ايه بقى كمان؟ الصبح هجيب مرهم اسود وهدهنه على المنطقه واحط لزقه، وبالليل هجيب جراميسين واحطه على المنطقه اللي فيها خراج، وبعد كده هحط لزق. ان شاء الله في خلال 3 ايام هتلاقوا الدمل ده اختفى خالص. طيب انا بقى الدمل اختفى، هعمل ايه علشان خاطر احمي نفسي؟ برضو نفس الطريقه، 3 ايام في الاسبوع هشطف المنطقه دي او منطقه البيكيني او منطقه الارداف او اي منطقه بيظهر فيها الدمل بميه الاكسجين 10% 3 ايام، او بمحلول ملح 3 ايام اللي التانيين. يعني في ال6 ايام بتوع الاسبوع 3 ايام ميه اكسجين و3 ايام محلول ملح. ودي يا جماعه هتطهر المنطقه خالص وهتقتل البكتيريا اللي بتسبب اصلا الحاجات دي بتظهر. طيب معظم الناس اصلا بيظهر الحاجات دي ليهم ليه؟ بسبب ايه؟ علشان نتفادى برضو الخطا ده. لو انت بتعملي ازاله شعر بمكنه مثلا، فالشعر بيتقسم تحت الجلد وبتحبس يجي يطلع، فالشعرايه بتقوم ملتويه كده، فبالتالي بتبدا تعمل الصديد او الخراج. فانتوا لما تيجي تعملوا ازاله شعر حاولوا ان انتوا تنقوا نوع مكنه كويس، وحاولوا ان انتوا تستخدموا فوم في المناطق دي علشان تتاكدوا ان المنطقه هتكون متطهره ونظيفه، فبالتالي هتحافظي على نفسك انك تتعرضي مره ثانيه انك يطلع لك الحبوب دي. طيب في المنطقه بقى بتاعه الارداف ليه ممكن يظهر لنا الخراج ده؟ نتيجه الاحتكاك. حاولي دايما انك تلبسي ملابس واسعه ما تكونش ضيقه. حاولي دايما لو تقدري ان انت تحطي الباتشز دي اللي هي بتكون عباره عن قطن وفيها شاش في المنطقه دي، تكون مبلوله كده بمحلول الملح وتحطيها وانت قاعده في المكان ده، بحيث ان هي تمنع الاحتكاك. بجد هترتاحي جدا جدا، وفي نفس الوقت محلول الملح هيكون مطهر المنطقه، فبالتالي عمر ما يحصل اي عدوى بكتيريه تاني، والحاجات دي مش هتعاني منها مره تانيه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. مع السلامه.